السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق النادي الأهلي السعودي حوالين العالم. بالرغم من أن النادي الأهلي السعودي قدر يوقع مع عدد كبير من اللاعبين المتميزين والرائعين، إلا أن اللاعبين دول وبعد ما التحقوا بالنادي الأهلي السعودي ثبت وبالدليل القاطع أن هم مختلفين، شخصيات مختلفة، مواهب مختلفة، مستويات مختلفة، مهارات مختلفة. وكمان لما بدأ ماتياس يايسيلا يوظفهم داخل الملعب بانت الفروقات ما بين اللعيبة. عندك مثلا محرز يكاد يكون هو التجربة الأفضل من وجهة نظري ما بين كل الأندية السعودية من حيث المحترفين. محرز ومن اللحظات الأولى بان إن هو لاعب محترف، بان إن هو لاعب موافق جدا على الالتحاق بالنادي الأهلي السعودي، مش التحق بالنادي الأهلي ويعني هو مغصوب على هذا الأمر. وعلى الناحية الأخرى لاعب متميز، بيسجل أهداف، بيصنع كرات، كنترول 100 ما حصلش زيه في تاريخ النادي الأهلي السعودي. عندك كمان إدوارد مندي، واللي يمكن بدأ بداية سيئة جدا وكانت بداية متعثرة، بعديها بكم مباراة بدأ يقدم مستويات إلى حد ما جيدة مع بعض من الأخطاء والهنات، إلا أن الجماهير الأهلوية قررت إن هي تصبر على إدوارد مندي. عندك كمان ألان ماكسيمان، لاعب متميز، ووجوده في الملعب في أي مباراة وفي أي وقت بيعمل فارق، لاعب هداف، لاعب وينج شمال، لاعب بيقدر يعمل كل حاجة في الكورة. عندك كمان كيسيه، ووجود فرانك كيسيه الرئيس في الملعب لوحده هيبة. اللاعب بيقدر يقف كده بجسمه يصد 3-4 لعيبة وراه ايا ما كان هم بيلعبوا مع انهي نادي. ويمكن شفتوا كلكم مباراة الهلال والأهلي قد ايه ان فرانك كيسيه رغم اصابته ولكن كان اللعيب بصراحة عامل فارق كبير جدا جدا. الا ان روبرت فيرمينو بكل اسف يكاد يكون هو التجربة الاغرب في الأهلي السعودي. اللاعب اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين نصنفه، هل هو لاعب من اللعيبة المتميزة اللي تأقلموا على طول مع النادي الأهلي؟ هو أول ما وصل ولعب أول مباراة سجل على طول 3 أهداف هاتريك، وإحنا يعني بقى فرحنا وقلنا يا سلام بقى على الأهداف ويا سلام على المستوى. وبعد كده بقى المباراة اللي بعديها لازم سوبر هاتريك، والمباراة اللي بعديها 5 أهداف وهكذا. وإذ بإن اللاعب وبعد المباراة الأولى ليه واللي سجل فيها 3 أهداف يصوم تماما عن التهديف طوال 12 مباراة متتالية، 10 مباريات في الدوري السعودي ومباراتين في كأس الملك. الكابتن حسين عبد الغني، واللي أنا بحترمه جدا وبحبه جدا وشايفه من أهم المواهب الكروية في الأهلي السعودي، صرح امبارح على فيرمينو وقال فيرمينو لم يقدم أي إضافة للأهلي. هل نقدر نقول ان كابتن حسين عبد الغني بيبالغ في الامور؟ لا، هو معاه حق. فيرمينو فعلا الى الان لم يقدم اي اضافه للاهلي، وقال لم يقدم اي اضافه للاهلي بعد مباراه الجوله الاولى. وقال فيرمينو لم يقدم اي اضافه، لا شك انه يمتلك تاريخا جيدا، لكن تلك حقيقه، احيانا اللاعب لا يوفق، لكن تلك ليست الحاله هنا، بل هو لم يقدم اي اضافه. أعتقد أن فيرمينو من نوعية المهاجمين الذي يحتاج مهاجما آخر بجانبه، لأنه يلعب وظهره للمرمى، هو ليس مهاجما صريحا. هو رقم 9، ولكن هو ما عندهوش سلوكيات وتصرفات اللاعب رقم 9. ليه فيرمينو عنده صيام تهديفي أو عقم تهديفي؟ ناس كتيرة بتقول إن فيرمينو لما كان بيلعب مع نادي ليفربول قدر إن هو يسجل 111 هدف وصنع 79 آخر خلال فترة تواجده مع ليفربول. إذن المنطق بتاع إن هو أصلا لاعب مش كويس فكرة مرفوضة وغير موجودة. لا، فيرمينو متميز. ناس كتيرة بتقول إن فيرمينو لما لعب أول مباراة وسجل 3 أهداف تولد عليه ضغط نفسي إن إحنا بقى عايزين منك بقى مستوى زي كده أو أحسن، وبالتالي هو مش قادر يلعب. والكلام ده برضو مرفوض، لأن إحنا ما بنتكلمش عن لاعب هاوي، احنا بنتكلم عن لاعب محترف، لاعب جاي لك جاهز، لاعب مسجل 111 هدف مع ليفربول. اذا فكرة ان هو مضغوط او كده، لا، هو يعرف يتعامل مع ده. ناس تانية بتقول ان هو مش مندمج، 12 مباراة ولسه مش مندمج. ليه يعني؟ بمناسبة ايه يعني؟ هو مين يعني؟ ناس كتيرة جدا جدا بدأ يكون عندها يقين ان فيرمينو هيرحل. هل يا ترى فيرمينو هيرحل عن النادي الاهلي السعودي؟ لا، هو فيرمينو هيتباع. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، ويمكن الناس تزعل مني وناس تانية تقول لي اصبر بس عليه يا عم، نستنى بس يمكن 15-20 مباراة تانية ولا حاجة بس يمكن يعمل مستوى كويس. لا، هو فيرمينو 100% هيتباع
في شهر يناير 2024. هقول لكم هيتباع لمين ان شاء الله باذن الله، وهقول لكم كمان مين البديل بتاعه او الاثنين البدلاء بتوعه باذن الله ان شاء الله. جريده 24 نشرت النهارده وقالت رحيل فيرمينو عن الاهلي في يناير مطلب جماهيري. ايضا موقع وين وين الشهير قال الاهلي السعودي مستعد لبيع نجمه في الميركاتو القادم، وقالوا ان هو مستواه متراجع جدا ولازم يكون عندنا بديل لهذا اللاعب. ناتي للنقطه الاهم، مين البديل لفيرمينو؟ انا بالنسبه لي ما عنديش ازمه ان انا اجيب بديل لفيرمينو، بس محتاجين ان احنا نغير العقليه شويه الى حد ما. انا لا اتهم عقليه النادي الاهلي وعقليه الاداره بان هي يعني متحجره او كده، لكن انا بتكلم دلوقتي انت عندك مشكله وعايز لها حل. انت عملت ميك اوفر، عملت زي ما بيقولوا نسف للفريق القديم وعملت فريق جديد. ينفع بعد ده كله تحط الكريزه اللي على التورته تبقى معطوبه، تبقى سيئه؟ المهاجم هو الكريزه اللي موجوده فوق التورته. باي منطق وباي خلال تبقى الكريزه دي مش مظبوطه يعني. فاحنا محتاجين كريزه مظبوطه. وانا لا ارى من خلال رؤيتي الشخصيه ومن خلال كل المواقع التي تتحدث عن بديل فيرمينو الرسمي ان احنا عندنا غير 2 بدلاء. البديل الاول واللي انا اتكلمت عنه اكتر من مرة، ولا ارى باي حال من الاحوال ان هو ينفع يكون عندنا بديل غيره، عمر السومة. عمر السومة تلك الموهبة المتميزة والمتفردة واللي انا بحبه جدا جدا شخصيا، واللي انا متابعه من زمان، من حوالي 7 أو 8 سنين في مسيرته مع النادي الاهلي السعودي. اللاعب اللي قدم دمه وقدم اعصابه وقدم حياته وقدم عمره وقدم كمان منتخب بلده، لان هو كان احيانا كتيرة جدا بيفضل النادي الاهلي على بعض المباريات الودية لمنتخب بلده، منتخب سوريا. ثم في النهاية يأتي أحد الأشخاص في إدارة النادي الأهلي ويقترح أن السومة يرحل، ويرحل السومة. الأمر بالنسبة لي أنا أمر طبعا عليه علامات استفهام كتيرة جدا جدا. أنا أرى من وجهة نظري أن عودة عمر السومة حل، وأن عمر السومة لو عاد مرة أخرى للأهلي السعودي هيكون مختلف تماما، تحديدا لو رجع بطريقة تليق به. بمعنى إحنا طبعا يعني مش هنجيب بفرقة موسيقى ونعمل له حفلة ونقول يا سلام لا 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 خالص. احنا عايزينه يرجع. بس فكرة ان انت ترفع تليفونك وترن على عمر السومة وتقول له هل عندك مساحة ان انت ترجع تاني لبيتك للأهلي السعودي مرة اخرى في حلته الجديدة في يناير المقبل، وهو هيوافق بكل تأكيد. عمر السومة بعد مباريات الأهلي لما بيفوز بينزل عنده على صفحته على تويتر وعلى انستجرام تهنئة للأهلي السعودي. هو مازال متعلقا بالأهلي السعودي، ولكن يعني مين يقدر ان اللاعب ده احنا محتاجينه والجماهير كمان محتاجاه. اللاعب رقم 2 بديل فيرمينو، واللي هو خلاص قاب قوسين او ادنى من التوقيع معاه باذن الله ان شاء الله، واللي هو يحمل الجنسيتين الارجنتينيه والايطاليه، وهو مهاجم رقم 9 ايضا، وهو قيمته السوقيه دلوقتي 20 مليون يورو، وبيلعب دلوقتي مع نادي جالاتا سراي. ومسيرته في الدوريات المختلفه مسيره مشرفه. هو بدأ مع برشلونه تحت سن 16 سنه ووصل معاهم لحد برشلونة تحت سن 19 سنة، ومنه إلى نادي انتر ميلان الإيطالي، ومنه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد كده جالاتا سراي التركي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم عاد مرة أخرى لجالاتا سراي. هو ده البديل الثاني. أشكركم على حسن المتابعة ومستنيكم تقولوا لي في التعليقات رأيكم إيه، مين اللي ينفع يكون بديل لفيرمينو بعد رحيله إن شاء الله بإذن الله اللي أصبح مؤكد في يناير المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.